اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أغلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. أخيرا وبعد طول انتظار هنعمل وصفة البسبوسة. يعني لو بتدوري على أفضل وصفة للبسبوسة تنافسي بقوة أكبر محلات الحلويات، يبقى الوصفة دي علشانك انتي. وصفتي اللي بعملها من سنين السنين وعمري أبدا ما هفكر أغيرها. بسبوسة بتدوب في بقكوا وانتوا بتاكلوها، مظبوطة في كل حاجة، في قوامها وسكرها وشرباتها. وهقول لكم كمان على شربات البسبوسة. لو أول مرة تشوفوني أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو اشتركتوا في قناتي، وعايزة لايكات كتير للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد والكل يستفيد. ويلا بينا نحضر البسبوسة الخطيرة دي مع بعض. أول حاجة هحضر معاكم الشربات. هنزل بكوبايتين من المية وكوبايتين من السكر، مش هضيف ليمون خالص لأنه بصراحة بينشف البسبوسة ومش بفضله. هقلب الشربات من نص الحلة زي ما انتوا شايفين، مش هاجي ناحية الأطراف علشان الشربات ما يسكرش معاكي. بعد كده رفعت الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر. أول ما الشربات يبدأ يغلي معايا مش هقلب تماما، بمجرد ما يبدأ ياخد أول غلوة أطفي عليه فورا وأسيبه يبرد تماما، لأن شربات البسبوسة لازم يكون خفيف وبارد. شوفوا يا جماعة، علشان البسبوسة تنجح معاكم ده بيعتمد على شوية مكونات مهمة جدا جدا بنحطهم على بعض. وأنا هنا استخدمت علبة من البسبوسة الجاهزة من حلو الشام، علشان متوفرة في المحلات وفي السوبر ماركات، علشان أضمن اللي كل اللي هيعملها هيستخدم نفس السميد اللي بستخدمه. هفضي بقى الكيس ده في طبق عميق، هنزل عليه ب3 معالق كبيرة من السمنة البلدي. هبدأ أبسهم زي الكحك بالظبط. والهدف هنا حبايبي إن أغلف كل حبوب السميد بالسمنة، بس ما نحاولش نزود موضوع بس البسبوسة زيادة عن اللزوم زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليهم بعد كده بكوباية واحدة من جوز الهند الناعم. بعد كده هنزل عليهم بعلبة من الزبادي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من القشطة البلدي. لو مش متوفرة عندكم قشطة بلدي ممكن تستخدموا القشطة العلب زي كده بالظبط. واخر حاجة معانا وتكة مهمة جدا جدا ليكوا لنجاح البسبوسة، هنضيف كيس من البيكنج باودر. ايوه زي ما سمعتوا كده، البيكنج باودر هيخلي البسبوسة هشة ومش مكتومة، وهتدوب في بقكوا، وكمان هيخليها مرملة جدا جدا. هنقلب الكلام ده كله بمعلقة خشب، مش كتير، يا دوبك كده. أول ما المكونات تتجانس مع بعضها نوقف تقليب. عندي هنا صينية مقاس 32، حروفها مش عالية علشان البسبوسة ما تشققش معايا. هغلف الصينية بمعلقتين سمنة بلدي كويس جدا من جوه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بعد كده انزل بخليط البسبوسة في الصينية زي ما انتوا شايفين. بعد كده هخبط الصينية كام خبطة علشان افرغ اي هوا فيها.
وبكده صينية البسبوسة جاهزة معايا يا حبايبي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. هفتح النار من فوق الأول لحد ما الحروف تاخد اللون الذهبي الجميل. بعدها هفتح الشواية لحد برضك ما تاخد اللون الذهبي معايا. أول ما البسبوسة خرجت من الفرن وأخدت اللون الذهبي الجميل، على طول هننزل عليها بالشربات الخفيف البارد، وهسيب البسبوسة على جنب تتشرب بالشربات كويس جدا جدا. طبعا حبايب قلبي الصورة بتتكلم قدامكم، مش قادرة أوصف لكم ريحتها وجمالها قد إيه. وزي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، البسبوسة شربت الشربات بسرعة، وده طبعا بيدل على نجاح البسبوسة معانا. بعد ما البسبوسة شربت الشربات هندهن وشها بحاجة خفيفة كده من السمنة بالفرشة. بعد كده هسيبها تبرد تماما قبل ما نقطعها ونقدمها. دي البسبوسة بعد ما بردت، تعالوا بقى نقطعها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده متماسكة وجميلة جدا جدا، وطعمها رهيب خرافي، وسكرها مظبوط جدا جدا. شايفين بقى حبايب قلبي جمال البسبوسة؟ والله أنا حبيت أحط قطعتين على بعضهم علشان تشوفي قد إيه هي متماسكة جميلة جدا جدا. ولا القشطة بقى لما بتحطيها كده فوق الوش، ولا من أجدعها محلات اللي هي الغالية جدا جدا اللي هي مشهورة بالبسبوسة وانتوا أكيد عارفينها. أكيد يعني مش هتاكلي ولا هتدوقي إلا بالطعامة ديت. ومن بعد النهاردة أنا واثقة 100% إنك مش هتعملي اللي هي، واستحالة إنها تفشل معاكي البسبوسة مرة تانية. شايفين جميلة إزاي؟ شايفين مرملة إزاي؟ يعني حاجة خطيرة جدا جدا. والله يا ريتكم يا جماعة تجربوها ومش هتندموا. شايفين لما باخدها كده بالمعلقة حاجة وهم من الآخر. كنت أتمنى بصراحة إنكم تدوقوها معايا. أتمنى تجربوا البسبوسة بتاعتي، وأتمنى من كل قلبي أكون أفدتكم، وإن شاء الله تجربوها وتطلع معاكم بسبوسة عالمية العيلة كلها عندك هتحلب بيها إن شاء الله. يلا ما تنسوش بقى أجمل لايك، وهستنى تعليقاتكم الجميلة. ربنا يحسن ما بين إيديكم يا حبايبي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.